نعم، أنت في حضرة فرقة المليار. فرقة المليار اللي بتتعامل مع غزل المحلة، محلة بلدنا. برضو اللي بقول لك السمنة البلدي. الأهلي يتعادل 0-0 مع غزل المحلة في ماتش بصراحة غريب. الأهلي كورتون في العارضة سيبك من الأهلي، أنا مش جاي أتكلم على الأهلي. اصل طبيعي الاهلي يكسب، فالاهلي ما يكسبش يبقى اكيد في حاجه مش طبيعي حصلت. فمش اللي مش طبيعي اللي حصل اللي هو ان فرقه غزل المحله مع المدرب او السير علاء عبد العال فرقه مش طبيعيه. محله من 4 ماتشات 4 نقط. المحله دفاعها مش صلب، المحله دفاعها خرسانه. المحله مش طبيعيه بجد يا جماعه. الفرقه بتدافع، بتقاتل مش بتدافع. الراجل ده حرفيا يعني المثل اللي بيقول بيجعل من الفسيخ شربات، هو ده اللي بيخلي الفسيخ شربات. راجل بيثبت كل فترة، على الرغم لو انت مختلف معاه فنيا، مختلف معاه اي حاجة، زي يختلف زي ما تختلف. الراجل بيمسك التراب بيحوله ذهب، بيمسك الداخلية يخليها تكسب رايح جاي، يخليها في منتصف الجدول، يخليها من الستة اللي قدام، يمسك كذا فرقه بعدها الدنيا تخبط معاه، هو ما بيركبش مع الفرقه دي. على هو ده بيقول لك هذا هو ذوقي. علاء عبد العال بيحب الفرق الاندر دوج او الفرق اللي مش مرشحه لاي مباراه، ويبقى هو الكسبان في كل مباراه. علاء عبد العال بيعرف يخلي اللعيبه الصغيره او اللعيبه اللي ما عندهاش اي حماس او عندها اي حاجه ما كان بيجري في ارض الملعب. غير ده كله، طالما انت في الملعب بتاع ميلتا باور انت في دنيا تانية. المحلة السنة دي على الملعب ده هي ارخم واغتت فرقة هتقابلها في حياتك بجد. الواحد عايز يسقف للمحلة وعلى عبد العال. الله ينور، ربنا يستر على ماتشنا.